وفي خاتمته ربي شرع ماذا؟ شرع زكاة الفطر. في الأيام هكذا عندنا الزكاة التي هي مفروضة، زكاة المال والذهب والفضة والأنعام والثمار وغير ذلك. هذه زكاة المال. الزكاة نتاع الفطر زكاة رقاب عن كل رقبة. فأنت مثلا في البيت، أنت والزوجة والأولاد مثلا 5، صار العدد 7 رقاب تجب عليهم زكاة الفطر. هذه زكاة الفطر وش هي؟ حكمتها شو هي معناها؟ هي طهرة للصائم من الرفث واللغو والسقطات التي كانت في هذا الشهر. يعني صيامك يجي طالع وانت خرجت زكاتك، هذه الزكاة هذيك طهرت النقائص التي كانت في صومك. بالك اللغو، بالك اللغط، بالك كانت حالة هكذا، بالك هكذا تقصير، بالك معصية كذا، جات هذيك الزكاة هذيك نتاع الفطر سكنت هذاك الصيام، سكناته. قال طهرة للصائم وطعمة للمساكين. تفرحون من؟ تفرحون إخوانكم في جنب الله سبحانه تبارك وتعالى. صلوا على النبي. السلام عليكم.